سلفنا الصالحون وعلمنا وحبيبنا علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله ييسر في أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلمنا وأسلافنا الصالحون وعلمنا وحبيب على الهبشي مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا وعلى ما قصدوا قصدنا وعلى ما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، صلى الله عليه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به بأقداره القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، صلى الله عليه. الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله عليه. هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله عليه. بوجودها كناف الوجود، وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، وضع بانتشار فضله الغريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، وتكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. سروره قد توالى بحبيب عمن لنا نوالا، صلى الله عليه. من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال، صلى الله عليه. ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور، صلى الله عليه. ملأ الوجود الخلقي، صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قوام. صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمد عليه في قوله وفعله والمنع عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر. صلى الله عليه. من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم سلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه. صلي عليه بس في قلب نور سر تعلقه به وهبه. صلى الله عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا
بشرا لك البشر صلى الله ونورا حير عليه الأفكار ظهوره وبهر صلى الله فتعلقت عليه. همة الراقم لهذه الحروف ما يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير صلى الأنام الله ولكن عليه. هزني لا تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين صلى الله وما أكرم عليه. الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وبقيت عليه. رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله داعي عليه. التعلم بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم للورى مصطفاهم يعرف الحاكي ليل هج واسلك معاهم واسلك معاهم في طريق التقامين حيث ساروا وراهم حيث ساروا وراهم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الصلاة على خير الورى مصطفاهم الورى مصطفاهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم كلها باكتفاهم باخذ من قد رآهم أو رأى من رآهم أو رأى من رآهم الله الله يا الله 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 يا الله
سحاب في الخليقة سواهم في الخليقة سواهم فأن مولاك وفار من هباته عطاهم من هباته عطاهم قد تمم
الله عليه ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وبديهة صلى الله عليه بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بمبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه حين قرب ونوة هذا الحبيب صلى الله عليه على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين أدعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه حقكم على من أتم الله عليه صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها السماق الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه كتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه وصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام اللهم صل على محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات والسماء
صوره العين إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين نهج سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله ومولد عليه ولادته قبر رب الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولد مقتولا مكحولا مقتوع السرة صلى الله أولا عليه ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشافعي رضي الله عنهما قالت:
لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله قالت عليه شفاه فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأصرف ذلك عني ثم عاوذني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدل شرف عند مولاه وأن عيني عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu Idza aradta an ta'rifa rabbaka radin 'alaika am la unzur ila nafsika hal anta radin bima qasama lak min ar-rizq am la fa in kunta radiyan fa huwa 'alaika radin wa illa fala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Idza aradta an ta'rifa rabbaka radin 'alaika amla, jika engkau menghendaki dan ingin mengetahui apakah Tuhanmu meridhai kepadamu atau tidak, untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ridhakah kepada kita atau tidak, unzur ila nafsik, maka hendaklah kamu melihat kepada dirimu. Hal anta radin bima qasama lak, apakah kamu ridha menerima dengan apa yang telah dibagi oleh Allah minar rizki, daripada rizki amla, atau kamu tidak menerimanya, atau kamu tidak meridhoinya. Fa in kunta radiyan, jika engkau dalam keadaan ridha menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa 'alaika radin, maka Allah akan ridha kepadamu. Wa illa, jika kamu tidak meridainya, kamu tidak mau menerima atas apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fala, maka Allah tidak akan pernah ridha kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha falahur ridha, maka orang tadi itu akan pula mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka, falahu as-sukhut, maka juga orang tadi itu akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keridhaan seseorang, keridhaan daripada seorang hamba atas apa yang telah diberikan oleh Allah, berarti orang tersebut telah berlapang dada dan percaya 100% di dalam Al-Quran atas apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad dhamin ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Qad dhamin ta'ala, benar-benar Allah telah menjamin birrizqi, dengan rizki al-gawam, apa yang kebutuhan kita daripada makanan pokok kita, fil kitabil munzal, di dalam Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
nuron lil anam, dan Quran tadi itu akan menjadikan cahaya bagi segenap manusia. Faridah, ridho kita menerima atas apa yang telah dibagi oleh Allah. Faridah, wajib bagi kita, wajib hukumnya kita menerima atas ketentuan dan pemberian daripada Allah. Wasukhut, haram, sedangkan kita murka atasnya, haram, haram hukumnya. Wal ganu rahah wa tama' junun, orang yang mau menerima, orang yang tahu, yang mau ganaah, menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah, rahah, orang tersebut akan mendapatkan rahah, istirahat, ibadahnya akan teratur, bacaan Al-Qur'annya akan teratur. Wa tama' junun, adapun orang yang terus menerus dalam kehidupan mencari dunia, junun, gila orang aneka, gila bunan orang aneka. Dari debu neka penting untuk mengukur kaulaban panjenengan seberapa keridhaan Gusti Allah, dak kaulaban panjenengan seberapa persen kaulaban panjenengan ridho atas pembagian Gusti Allah. Bila 50%, berarti Allah Ta'ala juga 50%. 50% ridhona, Allah Ta'ala pun 50% dari mana ridhona. Tapi kalau panjenengan terus dalam keadaan tak ridho, tak nerima, sampai tua mancet dalam keadaan tak terima, sukhut, seakan-akan protes dekat apa sih titikan tak Gusti Allah. Nah, makanya hadisnya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada man radhiya falahur ridha, orang yang mau menerima dia akan mendapatkan keridhaan daripada Allah. Ridho ini senikah sampian andi kancah akrab di sampian andi compok ning compok nikah tentuan ada tempat-tempat rahasia si ada yang tahu kecuali sampian. Tapi karena sampian ridho dak kanca nikah, maka sampian ngocak dak kanca, silahkan tinggal beberapa hari ning Tangbung Korea, mon tedung ria kamarah, mon mandiah ri jedinga kake mon terongakan dia deporah. Silahkan makan sepuasnya, anggap saja ini rumahmu. Karena apa? Karena sampean ridho ada orang nikah. Sebenarnya kecukupan Allah Subhanahu wa taala mau ridho. Amal tak seberapa, cuma nerema dekah pandum Gusti Allah, cukup nih kapona. Tantona banyak cara untuk mencapai keridhaan Gusti Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dengan cara mencari ridha Allah, dengan cara yang kita itu abek teh kering sepo sepak sapan orang si dalam keadaan pagi Allah Ta'ala ridha ada orang nikah tapi yang sepo na bentu, maka Allah Ta'ala pun bentu. Dalam keadaan sore hari ning bekto sore hari Allah Ta'ala bentu ada orang nikah, namun ring sepo na gelak ridha, maka Allah pun bakal ridha. Jadi tak mungkin rezeki ini kata porok. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladek fashtagil bi rabbik walladzi alaik fi fardil haqiqah wasyar'il masun la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Al-Haddad adabu alladzi li ghairik, apa yang bagi orang lain, la yasil ilaik, maka tidak akan pernah mungkin sampai kepadamu. Sekeras apapun usahamu, sepintar apapun otak dan pikiranmu, tak mungkin engkau akan mencapainya. Kenapa? Li ghairik, bagi orang lain, benar untuk sampean. Walladzi gusim lak hasilun ladek, apa yang akan dibagikan laka bagimu hasilun ladek, apapun yang terjadi Allah Ta'ala bakal ngirim orang sekak dima orang gelap bakal ngiberi cekin sampean. Apa sih kang din sampean? Walladzi gusim lak hasilun ladek, tanpa sampean berusaha pun datang, tanpa sampean usaha. Fashtagil bi rabbik, maka hendaklah kita sibuk bi rabbik dengan Tuhan kita yang Maha Pemberi rezeki. Walladzi alaik, dan apa yang wajib bagi kita kerjakan apa yang wajib. Fi fardil haqiqah wa syar'il mubin, yang telah dijelaskan dalam syariat agama. La yaktsuru hammuk
magudir yakun. Jangan kau panjang angan-angan, karena apa yang ditakdir pasti akan terjadi kepadamu. Sampai ditakdir yang soki-soki, sampai ditakdir yang melarat masih alaku banting tulang kita tetap melarat. Ayo sholat sampai dina, majelis ilmu hadirin, rezeki jaga batir tak kira taporok. Alladzi ghairik lam yasil ilaik. Mundin orang lain tak kira mungkin kesampian. Masih sampai berangkat kita subuh. Walladzi gusim lak hasilun ladek. Apa sendi sampian tak mungkin ke orang lain, pasti dapat kesampian. Fastaghil bi rabbak. Maka sibuk Al-Qur'an baca, sholawat baca, majelis-majelis taklim baca, ya alako, tapi sekadar untuk katon usaha, adapun senentu akhir rezeki murni benih otak pikiran, benih kekuatan. Allahur Razzaq, innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah taala sabri rezeki. Maka untuk ngokor keridhaan Gusti Allah deka kauleuan panjenengan, lamun kaul panjenengan ridho deka rezeki sek pandum dari Gusti Allah, maka Allah taala pun ridho. Tapi mun kauleuan panjenengan ki beuda pegelah, ki beuda tak neremana sukhut, ketahuilah maka Allah Subhanahu wa taala pun bentuk ka kaul panjenengan. Naudzubillah. Ajak Gusti Allah si bentuk. Guruna sampean ngamuk, sampean tak bengal ngedep karena guruna ngamuk. Reng tua ngamuk, anak tak bengal mulai karena bapak ngamuk. Jeragan ngamuk, bawahan tak bengal masuk karena jeragana ngamuk. Wane ke Allah Jalla Jalaluh Ta'alat azamatuh Rabbul Alamin si bentuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk nerima apa sih berdening abe bersambiangan rezeki hissiyah wal ma'nawiyah, rezeki seeder atau rezeki sebenarnya beten nerima. Adalah semua ini adalah ampunlah pantuman bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas mun sampean usaha sewajib lakonen, amal baki Allah. Selebihnya diri nikah pasrah penuh ke Allah Subhanahu wa taala. Wah, sampai menghalalkan segala cara. Naudzubillah, sampai ngalak dinoreng, sampai ngerampas dinoreng, sampai dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang jahat, hanya untuk menghasilkan sesuap daripada makanan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ampunlah jelas di dalam Al-Qur'an, saya ampun sering ikut sekut kulo sampean pun lah mereng ayat nikah king rasa percaya aja nih orang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizq min Allah. Tugasah ya Allah paringin rezeki si halal, paring rezeki si barokah, rezeki kanggo ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan rezeki jabatan, cek kebebong sombongan rezeki jabatan. Silahkan Anda menjadi orang yang kaya, tapi Anda jangan angkuh dengan kekayaan Anda. Silahkan Anda menjadi seorang pejabat, tapi Anda jangan menjadi penjahat. Silahkan Anda berilmu, silahkan cari ilmu setinggi-tinggi mungkin, tapi jangan kau sombong dengan ilmumu, jangan kau sombong dengan pengetahuanmu, karena semua itu adalah pemberian rizki secara maknawi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ebri genteng, ebri gagah, ebri sempurna beuteuna, ketahuilah setiap jenis kesempurnaan din Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tak mungkin sempurna. Rezeki mon ridho berarti Allah taala ridho, mun kudu sampean tak ridho berarti napa? Tak ridho. Bener yokor bi ibadah bener yokor bi ning mihrab pangimaman rezeki. Mun sampean ridho narema oleh seberi ya namper ya. Bener rezeki ya. Nah, yang ke bener rezeki. Wah, apa buan? Ya apa cerikeun? Buang akhirnya boleh kok bi Gusti Allah aban nyari ciri-cirikeun. Ya. Nah, oleh karena itu ya Rabb matur muga para rezeki halal si barokah, rezeki saya tak bisa melupa dekat ibadah, rezeki saya bisa nambah taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في إمبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله
وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.